صعبوا علينا المأمورية حتى سجلوا الهدف اللي مرة واحدة أخرى عليه واحد علامة استفهام كبيرة. من بعد غيرنا لو بلوك من ان بلوك هو الترا اوفونسيف لان بلوك ميديون، ودرنا تغييرات الشيء اللي حد من ذاك الخطوره اللي كانت، وكنا مجارين المقابله بطريقه جيده. من بعد رجعنا لواحد 5-4-1، وكنظن بان كانت الامور غاديه بالتعادل، وكنا كننتظروا في هذا السيناريو ديال دوزيام ميطون بعد التغييرات باش تجينا فرصه باش نقتلوا المقابله. وكنظن بان جات فرصه ديال فوفانا، المرمى فارغه يمكن كانت تلعب بالرجل اليمنى بكل سهوله ودخل، وكنا نخلصوا المقابله. كنظن كانت في الوقت بدل الضائع على ما تنظن، وكنا اننا نخرجوا بنتيجه ديال الانتصار. مي كما قلت لك على الاقل كان خصنا نخرجوا بنتيجه ديال التعادل. لسبب او لاخر تحرمنا منها حتى من نقطه، ولكن كيبقى اننا لعبنا ضد واحد الفريق اللي عظيم، ضد جمهور اللي رائع اللي كنشكروا بهذه المناسبه هذه. وحنا بكل تواضع الهدف ديالنا واضح. كنشوفوا الحمد لله كاين تطور في اللاعبين شباب اللي هما كثار، لا بيرسوناليتي ديالهم كتكبر مقابله بعد مقابله. كنشكرهم كذلك على التعامل من ناحيه ديال لا ديسيبلين تاكتيك، مازالين كيتحسنوا من ناحيه سوغ لو بلون فيزيك. انتم شفتوا بان الشوط الثاني جايين من المقابله ديال لي فار اللي مشات 143 دقيقه، كنظن بان شويه ديال العياء، وهاد اللاعبين اللي ماشي بحال الرجال اللي مولفين انهم يلعبوا ويخوضوا المقابله زائد مقابله اخرى وفي مستوى عالي وما ياثرش عليهم، مازالين كيستافدوا حتى من هذه الناحيه. انا فخور بهم، والهدف ديالنا هو ابقاء الفريق ومع تطور اللاعبين.